ما شاء الله على الجمال. تعالوا هنعمل صابليه بطريقة بسيطة على قد الإيد. تكلفة بسيطة وحلوة، شايفة متزوق ازاي؟ مش هنغرقه بقى في الشوكولا زي ما عاملين، هنعمل بطريقة بسيطة ما تكلفكيش كتير. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل صابليه يا ستي من غير بيض، 3 مكونات بس، وهيطلع خطير وجميل قوي. تحضري معايا كوباية سكر ناعم، اضربيها في البيت ناعم كويس قوي كده، وهتحطي عليها كوبايتين زبدة بدرجة حرارة المطبخ. مش هنستخدم يا ستي عجان ولا حاجة، هنعمل بإيدينا. وهنحط عليها 3 كوبايات دقيق، دقيق عادي يا ستي، عارفة الدقيق بتاع التموين، مستخدمة عادي خالص. وطالع والله الصابليه خطير، مش لازم اغرقه في الشوكولا عشان يطلع زي انا عارفة انتوا شايفين على النت كتير قوي الصابليه غرقان في الشوكولا. طبعا الحاجات دي مكلفة جامد قوي، دلوقتي الشوكولا غالية جدا، عشان ان انا اجيب واعمل الصابليه بالطريقة دي لا، ده هيبقى ايه، تعب للجيب قوي. لا احنا هنعمل الصابليه خطير وحلو قوي، وهيبقى جميل قوي في التقديم كمان. حطينا يا ستي 3 كوبايات دقيق عشان ما نتوهش بقى في العجينة، وكوبايتين زبدة، وكوباية سكر بودرة. اعتمدي بقى الطريقة دي زي ما انت شايفة كده، ومش هنستخدم بيض ولا حاجة، هيطلع خطير وحلو قوي. تفضلي بقى تعجني في العجينة حلو، تبسي فيها حلو، ما تقلقيش لان احنا مش حاطين سوائل، فعجيني براحتك. اعجنيها كويس قوي وشيليها بقى على التلاجة يا ستي ربع ساعة او 10 دقايق. انا سبتها ربع ساعة. انا عملت بقى طريقتين، عملت طريقة فردتها كده من غير مشمع، وعمل من غير كيس بلاستيك يعني فردها، وعملت طريقة فردتها بالكيس البلاستيك، واحدة من غير وواحدة بالكيس البلاستيك. حقيقي سهلت عليا قوي الكيس بلاستيك، احسن من ان انت تفرديها كده. بس انا حبيت اعمل الطريقتين، والطريقة اللي تريحك اعملي بيها، والاتنين كانوا كويسين مش وحشين، بس الاسهل الكيس البلاستيك. كده العجينة خلاص هي جهزت معانا اهي. ببدأ بقى احطها في التلاجة ربع ساعة، وجبتها من التلاجة اهي. ابدأ اعملها بايدي شوية كده، اطريها شوية، وابدأ احطها بقى ايه، اجيب مفرش سيليكون زي ما انت شايفة كده وافرد عليه. ما عنديش مفرش سيليكون، عارفة الاكياس المشمع اللي هي الكيس بتاع التلاجة ده، افرده واروح فرد عليه، يعني اقصه بالسكينه كده واروح فرداه وفرد عليه، مش هيقول لا. فردت بقى بالنشابه دي، سهلت عليا مش وحشه برضه. وفردت بالنشابه الطويله، بس الطويله اسهل من دي كمان. ده كده عملته من غير كيس بلاستيك، وشايفه اتفرد معايا وكان حلو اهو. بدات بقى اقطع زي ما انت شايفه كده، الاشكال اللي تعجبك، التقطيعات اللي تعجبك. طبعا المفرش اللي انا بحطه من تحت ده بيسهل عليا شيل قطعة الصابليه من على الرخامة. شايفة كده بتتشال بسهولة قوي. اول ما اعمل الكيس كده تروح متشالة معايا بسهولة قوي. بفردها نص سنتي، يعني العجينة تبقى سمكها نص سنتي، ما تخليهاش رقيقة قوي عشان ما تتحرقش. ادي حطيناها في الصينية ما ندهنهاش من غير سمنة ولا حاجة، حطي على طول، وولعي الفرن على 170. هيستوي معاكي بسرعة، مش هياخد معاكي وقت خالص. شايفة الاشكال اهي، عملنا اشكال اهي. كل الصواني دي من غير سمنة، ما تدهنيش سمنة، حطي على طول. وجبت بقى اللي اتبقى من العجينه، جبت عارفه الكوبايه الكرتون بتاعه القهوه، عملتها بالطريقه دي عشان تديني شكل طبق صغير كده. لو حبيت ان انا ازوق بقى، احط فيه شوكولا واحط فيه المكسرات، يعني يبقى شكل غريب شويه او شكل جديد. طبعا هو مال الدنيا الشكل ده، بس بيحطوه في اطباق اللي هي خاصه بيه. انت ممكن مش عندك اعملي بالطريقه دي على كوبايات القهوه، مفيش مشاكل، وهتستوي معاكي. بس حطيها في صينيه صغيره لوحدها عشان هي هتاخد سوا شويه. انا حطيتها هنا، بس هي حقيقي خدت سوا في الفرن شويه، فحطيتها في صينيه لوحدها.
اهي شايفه، بس قلبت بقى ايه الكوبايه بتاعتها عشان لما حطيتها معدوله كده، يعني ما شفتوني وانا كنت حطاها الاول وهي عجينه، لقيتها سيلت شويه من على الكوبايه. لما كده احسن، بتستوي اسرع وتبقى ماسكه نفسها. كده خلاص الصابليه استوى. ده الجزء الاولاني اللي انا عملته من غير كيس بلاستيك. ورحت عجنه تاني 3 كوبايات دي بنفس المقادير اللي انا قلت لكم عليها. ما شاء الله اداني كميه كبيره وطعمه حلو قوي، يعني خطير بجد يعني. والله لما يعني عم عملته ولادي قالوا لي احلى من الجاهز كمان، طعمه حلو قوي. دي العجينه التانيه اللي هفردها بالمشمع قدامكم. عملت بقى، استخدمت النشابه الطويله دي، سهله جدا كمان في الفرد. المشمع ما شاء الله ما خدش معايا وقت. الكيس البلاستيك من فوق كده، بس لازم تحطي مشمع من تحت عشان زي ما قلت لك يسهل عليكي شيل الصابليه من على الرخامه. ونبدا بقى نعمل اشكال برضو كده، الاشكال اللي تعجبك اعمليها. وبدات جبت كده حاجه كده، شايفه زي ما انت شايفه كده، بدات يعني اخرم بيها العجينه، يعني اعمل لها فجوه كده من جوه كده عشان لما ازوقها احط المربى في ما بين الطبقتين تبقى باينه. وجبت شكل اهو عملته برضو، كانت اشكال موجوده عندي اهي، شايفه مدي شكل البيت كده. لو انت حبيتي بقى تعملي بالجرامات، عندك 100 جرام سكر قصاده 200 جرام زبده قصاده 300 جرام دقيق. ده بالنسبه للجرامات. انما انا استخدمت الكوبايه عشان يبقى سهل عليكم، مش كلنا بقى عندنا ميزان والحاجات دي. انا جبت بقى الشوكولاته بيضه وجبت الشوكولاته البني الشوكولاته واستخدمتها. انا حبيت ازوق بطريقه بسيطه عشان ما تستخدميش حاجات كتيره، تبقى حاجات على قد الايد وطعمها حلو وما تكلفكيش كتير. حطيت مربى في النص كده ما بين كل طبقه وطبقه، وجبت الشوكولاته دي وحطيت عليها شويه كاكاو اهي، وحطيتها على النار شويه، فكت في شويه ميه دافيه. وبدات عارفه السوداني، جبت السوداني وعملت الفستق الكداب، حطيت عليه شويه لون وعملته بالطريقه دي وحمصته كده. انا هوريكم طريقته كمان، هنزل فيديو بطريقته سهله جدا. وبدات ازوق بيه. ده عندي برضو مكسرات بدات ازوق بيها. انت ما عندكيش مكسرات استخدمي الفستق الكداب مفيش مشاكل. واستخدمت جوز الهند، وشايفه تزويق بسيط قوي. ودي الشوكولا حطيت جزء اهي على كل واحده. انا هسيب بقى التزويق تتفرجوا عليه براحتكم بطريقه بسيطه قوي، مش هيكلفك كتير.